السلام عليكم. كيف أوظف السلم الصوتي في الخطاب الإعلامي؟ واقعا هذا الأمر مهم جدا، وهو واحد من أهم ما يؤثر على مدى قبولية الخطاب الإعلامي. متى أتحدث بصوت عال، متى أتكلم بهدوء، ومتى أخذ الطبقة الوسطى. لنشاهد هذا المثال. ياقوتة باكورة حورية مكنونة ريحانة بنت كنا نصف الخريجة عندما تصف الحاضر لابد أن توظف كل العوامل في المنصة حتى توصل الصورة. كيف يكون ذلك؟ أولا أن تنظر، أن تستخدم الإشارة، أن تستخدم الطبقة في الصوت التي تتناسب مع الحروف والقافية التي فيها كان. فعندما نقول باكورة، هنا استخدمنا كل هذه العوامل حتى تصل هذه الرسالة إلى من هو مخاطب. وقطعا هنا النداء والوصف وصل إلى المخاطب. هذا مثال أول. دعونا نشاهد هذا المثال الثاني. يا أبا الفضل، سلام من لو كان معك في أرض الطفوف لوقاك بنفسه قطع الكفوف. عندما نصف مشهدا، هذا المشهد فيه ذكر لمناسبة لابد أن نذهب باتجاه القرار. ماذا نقصد بالقرار عندما أتحدث به الآن؟ وهو السلام عليك يا مولاي يا أبا الفاضل. عندما أسلم، عندما أريد أن أمهد لما هو قادم، ونسميه هدوء ما قبل جواب الجواب. هذا في الخطاب الإعلامي. لذلك استخدمنا هذه الطبقة الصوتية في إيصال الرسالة التي يحتويها هذا النص. هذا مثال. لديكم مثال آخر. خريجات محافظة بغداد حاضرة الإسلام وعاصمة الدنيا ومدينة الخطاب في هذا المثال يختلف عن الأول والثاني، وهو جو عام، وفود، جمع من الناس، جمع من المشاهدين والمراقبين، وعليك أن تخاطب بالنداء، وأنت تنادي عن جو، تنادي عن وجود حادثة واقعة، وهذه الحادثة تتغير لحظيا. فعندما نقول أهلا بالخريجين من المحافظات العراقية التي تشارك في هذا الحفل، هذا اللون من النداء يعطي قوة للمناسبة، ويعطي قوة وأريحية للأذن حتى تتفاعل مع المشهد الموجود. فلا يصح أن نقول أهلا بهذه المحافظات، أهلا بكم وأنتم تمرون في منطقة ما بين الحرمين الشريفين. قطعا سيكون هناك رتابة وملل في النداء. إذن من البراعة والبلاغة والخبرة هو أن يعرف الخطيب من المنصة الإعلامي العريف كيف يوظف مناطق الصوت، الصعود والنزول، القرار، جواب الجواب في النداء أو في قراءة النصوص، حتى يتمكنوا من أن يكون خبيرا ماهرا يستحسنه المتلقي الكريم أمثالكم. شكرا لكم.